السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد من قناة تعلم معنا. وفي الفيديو ده هنتكلم عن مشكلة بتقابل تقريبا معظم الناس اللي بتبيع الأسهم بتاعتها في صندر لأول مرة. تمام، هي دي المشكلة. بتبص تلاقي الطلبات بتاعتك بعد ما انت اشتريت الأسهم اهوت، وتبص تلاقي الطلبات بتاعتك بتاع بيع الأسهم كلها بتترفض بالشكل ده، وانت ما تعرفش ايه السبب. تمام، يعني المشكلة قابلتني في 6 أكتوبر واتحلت في 10 أكتوبر. طيب ايه هي بقى المشكلة وايه سببها؟ طيب يلا نبدأ. بسم الله. المشكلة دي بتبدأ معاك من أول ما انت العقد بتاعك يطلع من الشركة باسمك، والمندوب بتاع الشحن يجيبهولك لحد البيت. كده الحساب بتاعك بيتفعل، بس حاجتين اتنين بس. بيتفعل من ناحية ان انت تحط فيه فلوس، وبيتفعل من ناحية ان انت تشتري أسهم. بس ما بيتفعلش من ناحية ان انت تبيع الأسهم. تمام، طيب بيتفعل من ناحية ان انا ابيع الأسهم امتى؟ بص بقى، بعد ما المندوب بيجيب لك العقد، تمام، وانت تمضي عليه، بيحصل في الحتة دي مشكلة كده. اول مشكلة ان هو انت عندك 5 امضاءات في العقد. بيجيلك ورقة استرشادية وبيعرفك تمضي فين في الصفحة رقم كام وتمضي فين. بيبقى عندك 5 امضاءات، ساعات انت بتنسى تمضي واحدة. تمام، ساعات بتنسى تمضي. تاني مشكلة، بعد ما مندوب الشحن خد منك العقد، ساعات بيتأخر شوية على ما يوصله. تمام. تالت مشكلة ان انت وانت بتمضي باسمك، بتمضي اسمك ثلاثي مش رباعي. تمام. طب وانا بصراحة مش عارف ايه المشكلة عند البنك الاهلي المتحد ان انا امضي ثلاثي او رباعي، بس مش عارف. هما لما بيلاقوا العقد بتاعك جاي ثلاثي بيركنوا العقد بتاعك، مش بيسجلوه عندهم. تمام. وفي الحالة دي انت ما تقدرش تبيع الاسهم غير لما حسابك يتفعل في البنك الاهلي المتحد. طب هتقول لي ايه العمل؟ بص هقول لك انا عملت ايه وانت اعمل زيي. تعالى هنطلع على المساعدة، تواصل مع الدعم، هوري لك المشكلة بتاعتي. هو نبص، السلام عليكم، ممكن اعرف ليه طلبات البيع بتترفض؟ وخدت سكرين شوت زي ما انت شايف كده من الشاشة. هما ما بيردوش عليا هنا، دايما بيردوا عليا على ايميل الجيميل. بص هو الجيميل اهوت. دي المشكلة اللي انا كنت باعتها. قلت لها حضرتك التطبيق شغال كويس في المحفظة الافتراضية ويجي في المحفظة الحقيقية ويرفض طلب البيع. تمام. قالت لي اهلا احمد، شكرا للتواصل، هراجع وهرجع لحضرتك. هي فعلا رجعت، بس ما رجعتش تاني ليا. وفضلت قاعد اسبوع تقريبا اشك في التطبيق، وقلت ده تطبيق طلع نصاب وبتاع، وهيطلع على الهيئه العامه للاداره الماليه، الهيئه العامه للرقابه الماليه والكلام ده كله. وبعد ما ايام الاجازه خلصت اللي هي الجمعه والسبت، جيت ابيع، لقيت زي ما انت شايف كده التطبيق رجع اشتغل تاني. وباع الاسهم عادي جدا. اهو، باع الاسهم عادي جدا. ودي كانت المشكله، وزي ما انت شايف كده انها خدت من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 10 اكتوبر على ما اتحلت. ودي كانت المشكلة، وده كمان حلها. لو انت نويت ان انت تستثمر في البورصة، سواء بقى عن طريق صندر او اي شركة تانية، انصحك ان انت تشترك في القناة بتاعتي، لاني هنزل الفترة الجاية فيديوهات مفيدة جدا لاي حد بيستثمر في البورصة. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو بتاعي، ممكن تدعمني بلايك وتشترك في القناة. ولو ما استفدتش، ممكن تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.